عمرك سألت نفسك إحنا ليه بنذبح كل سنة في العيد؟ الموضوع مش مجرد عادة سنوية بنكررها، دي حكاية تسليم، معجزة، وتكبيرات رجت الكون كله. النهاردة هنمشي سوا جوه لوحات زيتية حية عشان نعيش أعظم اختبار في تاريخ البشرية. جاهز؟ الحكاية بتبدأ بشوق سنين طويلة. سيدنا إبراهيم كبر في السن جدا وشعره شاب، وفجأة ربنا بيرزقه بمعجزة، طفله الوحيد إسماعيل. زي ما بنقول بالمصري كده، اتولد على كبر. فرحة ما تتوصفش بالدنيا كلها، بس الفرحة دي كانت مجرد بداية لأصعب اختبار ممكن تتخيله. الاختبار الأول بدأ وإسماعيل لسه طفل رضيع. ربنا بيأمر سيدنا إبراهيم ياخد ابنه وزوجته السيدة هاجر ويسيبهم في وادي مكة، مكان صحراوي تماماً، مفيش فيه زرع ولا مية ولا بشر، مجرد جبال وشمس حارقة. تسليم أعمى ويقين مطلق بإن الرزق والحماية من عند ربنا وحده. وتمر السنين وإسماعيل بيكبر ويوصل للسن اللي بيبدأ يتحرك ويسعى فيه مع أبوه، السن اللي أي أب وأم بيفرحوا فيه بولادهم ويشوفوهم سند وظهر ليهم. وهنا بالذات بيجي الاختبار الأعظم اللي يزلزل القلوب. رؤية بتنزل كالصاعقة. سيدنا إبراهيم بيشوف في المنام إنه بيذبح ابنه وحيله اللي استناه عمر بحاله. ورؤية الأنبياء حق ووحي من ربنا، قرار مستحيل على أي قلب بشري، لكنه أمر إلهي لازم يتنفذ فوراً وبدون تردد. وهنا تظهر معجزة تانية، رد فعل الابن. إسماعيل مفيش في قلبه خوف ولا اعتراض، قمة الأدب والتسليم. بيبص لأبوه ويقول له بقلب مطمن: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيل شاب في مقتبل العمر بيواجه الموت بالثبات واليقين ده. وجت لحظة التنفيذ، اللحظة الأصعب في تاريخ الأرض. الابن مستسلم ونايم على جنبه، والأب رافع السكينة بيمتثل لأمر خالقه. في اللحظة دي بالذات نجح الاتنين في اختبار الطاعة والعبودية الكاملة قبل حتى ما السكينة تلمس الرقبة. وهنا تتدخل الرحمة الإلهية. ربنا بيفدي إسماعيل بكبش عظيم نازل من السماء. الصورة اكتملت والاختبار انتهى بنجاح مبهر. مكافأة ربنا دايما بتيجي في اللحظة اللي بتفتكر إن الأبواب كلها اتقفلت فيها وما بقاش فيه أي مخرج. لكن الحكاية ليها سر مذهل. إزاي اتولدت تكبيرات العيد؟ سيدنا جبريل وهو نازل بسرعة البرق بالكبش من السماء وما يعرفش الغيب ولا يعرف السكينة هتقطع ولا لأ، حب ينبه سيدنا إبراهيم ويقول له يوقف، فصرخ بأعلى صوته وهز الكون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وسيدنا إسماعيل وهو مستسلم للذبح على الأرض سمع صوت جبريل والتفت، أدرك إن الفرج نزل وربنا أنقذه، فرد من قلبه وهو مذهول من هيبة وعظمة الموقف: لا إله إلا الله والله أكبر. وسيدنا إبراهيم وهو بيرمي السكينة بدموع الفرحة وبيشوف ابنه عايش والكبش نازل، قلبه اتملى حمد وشكر لرب العالمين، فكمل الهتاف وقال: الله أكبر ولله الحمد. شايفين الجمال؟ تكبيرات العيد اللي بنرددها كل سنة هي في الأصل حوار دار بين السماء والأرض لحظة النجاة. جبريل أنظر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إسماعيل استبشر: لا إله إلا الله والله أكبر. وإبراهيم شكر: الله أكبر ولله الحمد. التلاتة اشتركوا في أعظم هتاف بنردده لغاية النهاردة. ومن هنا اتولدت الأضحية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الذكرى العظيمة دي وخلاها سنة أبيكم إبراهيم. بنذبح كل سنة في نفس الوقت عشان نفتكر قصة التسليم دي ونفرح بنجاة إسماعيل والحدث اللي غير تاريخ الإنسانية. والرحلة دي بتعلمنا دروس غالية لحياتنا. التسليم المطلق، لما تسيب أمورك لربنا وتثق في تدبيره النتيجة دايما هتبهرك. بر الوالدين، إسماعيل علمنا إزاي نكون ظهر وسند لأهالينا في أصعب المحن. الفرج بعد الضيق، كل ما الأزمة تقفل من كل ناحية اعرف إن فرج ربنا أقرب مما تتخيل. دي كانت حكاية أعظم تكبيرات في التاريخ. لو حابين تعيشوا معانا قصص تانية مبهرة وتشوفوا التاريخ كأنه بيحصل قدام عينيكم، اشتركوا وتابعوا صفحة نور ساينس AI
وشاركونا رأيكم في التعليقات. كل عام وأنتم بخير، وأشوفكم في الرحلة الجاية.